السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض العيش الفينو والكايزر بمناسبة المدارس. هش وطري قوي كده زي القطن ويتاكل لوحده. تحفة. عملنا العظمة دي كلها بكيلو دقيق واحد. شايفين العيش الفينو عامل ازاي؟ بصوا طري قد ايه. لازم تجربوه في البيت. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، بس حابة افكركم ما تنسوش اللايك. في كوباية حطيت معلقة كبيرة خميرة فورية وثلاث معالق كبار سكر حبيبات عادي، وهننزل عليهم بنص كوباية مية دافية، والمية تكون دافية بس مش سخنة قوي علشان ما تموتش الخميرة. هقلبها كويس، ادوب السكر واغطيها واسيبها على جنب لحد ما تخمر، وده اختبار لنشاط الخميرة، هنشوفها شغالة ولا لا علشان ما تبوظلناش الوصفة كلها. في طبق هنحط كيلو دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخبوزات، وحطيت عليه نص معلقة صغيرة ملح وثلاث معالق كبار لبن بودرة، مش اساسي بس بصراحة بيفرق في الطعم، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنخلهم وهي دي المكونات الجافة بتاعتي. بعد كده هعمل حفرة في الدقيق، واضيف عليها علبة زبادي وربع كوباية زيت وبيضاية بدرجة حرارة المطبخ، ومعلقة خل كبيرة علشان زفرت البيض، وحلو جدا للمعجنات بيفتح لونها وبيخليها هشة. وضفت كمان الخميرة بعد ما اتأكدت ان هي شغالة وعليت معانا كده. هضرب الزبادي والبيضة والزيت والخميرة كده مع بعض ضربتين، وبعد كده هبدأ ألم بيهم الدقيق. احنا لسه محطناش المية اللي هنعجن بيها، هنلم بس في الأول كده، وبعد كده حطيت كوباية مية فاترة، وهقلب كويس لحد ما العجينة تبدأ تلم معايا، وهنضيف بعد كده مية بالتدريج. حسيت ان الدقيق لسه ملمش معايا محتاج مية كمان، زودت ربع كوباية مية. يعني اجمالي المية اللي استخدمتها في العجن تقريبا كوباية وربع، كوباية وربع مية غير النص كوباية اللي دوبنا فيها الخميرة في الأول. ولو حسيت ان المية زادت منك هتزودي شوية دقيق وتكملي عجن عادي خالص، علشان زي ما احنا عارفين انواع الدقيق بتختلف من نوع للتاني في كمية المية اللي بتحتاجها. نزلت العجينة قدامي بقى كده على الكاونتر، وهبدأ اعجن فيها مش اقل من 10 دقايق لحد ما العجينة تبقى ناعمة كده وتوصل للقوام ده. قوام العجينة عايزينه طري وبيلزق بسيط كده في ايدك، ملمسها ناعم كده وطرية وبتمط معاكي زي الاستك، وفيها تلزيقة بسيطة قوي زي ما قلتلك. عندي هنا معلقتين كبار زبدة بدرجة حرارة المطبخ، هبدأ اضيفهم للعجينة في الاخر. والزبدة اختيارية مش اساسية، بس بصراحة بتفرق جدا في طعم المخبوزات. لو مش هتضيفي زبدة هتزودي الزيت اللي حطيناه في الاول، هتحطي نص كوباية زيت بدل ربع كوباية. وانتي بتعجني هتلاقي العجينة بدأت تفصل تاني بسبب الزبدة. ما تقلقيش خالص، كملي عجن وهتلم معاكي تاني وتنعم. نخبطها على الرخامة قدامنا كده 5 6 خبطات علشان العجينة تنعم معانا. بصوا بقى قوام العجينة بقى عامل ازاي، هو ده القوام اللي احنا عايزين نوصله علشان تدينا مخبوزات ناجحة ان شاء الله. حطيت رشة زيت في بولة غويطة، ونحط العجينة ونغطيها ونسيبها في اي مكان دافي لحد ما تتخمر وحجمها يبقى الضعف، وهتاخد من نص ساعة لساعة على حسب حرارة الجو. وادي العجينة بعد ما سبتها ساعة، شايفين ما شاء الله خمرت وعليت على الاخر. لو سبتها شوية كمان كانت هتقع من البولة. نديها بقى كده البوكس المتين نطلع منها الهواء ونلمها ونطلعها، وهبدأ ألمها كده على شكل اسطواني. بعد ما شكلتها كده على شكل اسطواني قسمتها 3 أجزاء، علشان هعمل كايزر وهعمل عيش فينو صغير وعيش فينو كبير وهشيب حشوة حلوة قوي. هلم قطع العجينة كده واغطي الجزئين اللي مش هستخدمهم دلوقتي علشان ما ينشفوش، واخد جزء منهم هعمله تاني على شكل اسطواني، ونبدأ نقطعها قطع صغيرة أو كبيرة على حسب حجم الرغيف اللي انتوا عايزينه. قطعته 10 قطع بالحجم ده علشان هعمله عيش فينو صغير، والقطعة الواحدة بتكون بالحجم ده. هبدأ أكورهم وأعملهم على شكل كورة، وأخليهم بقى على جنب أغطيهم علشان ما ينشفوش، وهسيبهم يرتاحوا 10 دقايق. بعد كده هاخد قطعة من العجينة وأبدأ أفردها كده بالنشابة أو بإيدي عادي خالص، هي ما شاء الله العجينة حلوة وطرية جدا وبتتفرد بكل سهولة. وهلفها هعملها كده زي الرول، وأقفلها كويس جدا جدا من الأطراف والجوانب علشان ما تفكش في التخمير أو أثناء التسوية. نقفل الأطراف والجوانب كويس علشان ما تفتحش معانا في التخمير أو التسوية وتفضل محتفظة بشكلها. وبعد ما اقفلها كويس برولها تاني بالشكل ده، واحطها في صاج او صينيه مدهونين بشويه زيت صغيرين، وسيبي مسافه بين كل واحد والتاني كده علشان لسه حجمهم هيكبر بعد التخمير. واغطيهم باكياس تلاجة واسيبهم يخمروا تاني نص ساعه في مكان دافي. وده الجزء التاني من العجينه هشكله كده على شكل اسطواني، واقطعه برضو قطع، بس المره دي قطعته 5 قطع كبيره علشان هعمله فينو كبير. جزء العجينه اللي فات قطع معايا 10 ترغفة، بس ده قطعته على 5 علشان هعمله كبير شويه.
وهبدأ اكوره على شكل كرة زي ما عملنا قبل كده، وهغطيه واسيبه يرتاح 10 دقايق. بعد كده خدت كرة من العجينة وهبدأ افردها عادي خالص زي ما عملنا في الاول. وده عملت له حشو جبنة فيتا مع جبنة موتزاريلا وشوية من حبة البركة. حطيت الحشو على حرف العجينة وبعد كده عملتها رول. ممكن تستخدمي اي حشوة انت بتحبيها، ممكن تعمليه سادة زي اللي عملنا في الاول. بفكركم نضغط على الجوانب والاطراف ونقفلها كويس علشان ما تفتحش معانا في التخمير وفي التسوية ويفضل محتفظ بشكله. وبرجع ابرمه تاني شوية وبعد كده هحطه في صاج يكون مدهون بشوية زيت صغيرين، ونخلي مسافة بين كل واحد والتاني علشان لسه هيخمر وحجمه هيزيد. دلوقتي هنعمل الكايزر ونشكله. العجينة برضو فردتها رول وقطعتها على 5 أجزاء وسبتها ترتاح 10 دقايق. بعد كده هناخد كرة العجين نفردها على شكل دايرة وندخل أطرافها في قلبها بالشكل ده ونعملها زي البقجة كده ونظبطها ونشكلها على شكل كورة. تنفع سادة وممكن تحشوها بأي حشوة تحبوها. بصوا طريقتها مفيش أسهل من كده. بعد ما العجين يخمر ونيجي نسوي هنشوف أول صاج شكلناه هو ده اللي هيخمر أول واحد، ده بيستوي في الأول. ده الفينو الصغير بتاعنا بعد ما خمر، شايفين ما شاء الله حجمه زاد ازاي بقى جميل. وعملت خليط دهان عشان ادهن بيه وش الفينو، بضايه مع معلقتين حليب وشويه من الفانيليا، قلبتهم كويس وهبدا ادهن بالفرشه وش الفينو بتاعي قبل ما ادخله الفرن. وده الفينو الكبير اللي احنا حشيناه جبنه بعد ما خمر. بجيب موز يكون جديد خالص مش مستعمل او مشرط جديد، وهبدا اشرطه كده بعمل فيه فتحات علشان يخلي شكله حلو. ودي خطوه اختياريه ممكن تعمليها او لا، وتخلي ايديكي خفيفة وانت بتشرطيه علشان ما يطلعش الهوا منه ويهبط معاكي. وبرده دهنته بخليط البيض واللبن. وبالنسبة للناس اللي بتتضايق من ريحة البيض ممكن تدهني وشه بشوية حليب او نص كوباية مية مدوبة فيهم معلقة نسكافيه، بتدي لون حلو قوي كمان للمخبوزات. ممكن ترشي عليه شوية سمسم او شوية حبة البركة او تعمليه سادة زي ما تحبي. بعد كده بنشغل الفرن على درجة حرارة 190، نسيب الفرن يسخن كويس جدا لمدة 10 دقايق. وبعد كده بندخل الفينو رف أوسط ونسيبه من 15 ل20 دقيقة لحد ما يستوي. وآخر دقيقة بنفتح عليه الشواية عشان يتحمر من فوق. وأول ما يطلع من الفرن وهو لسه سخن بدهنه بفرشة من الزبدة وأغطيه وأسيبه لحد ما يبرد تماما. ولو مش عايزة تدهني زبدة ممكن تستبدليه بدهنة زيت أو بخاخ مية، بتبخي عليه شوية مية أول ما بيطلع وبتغطيه علشان يبرد ويطرى معاكي. والخطوة دي مهمة قوي لأنها بتحافظ على طراوة العيش والمخبوزات، تفضل طرية على طول كده وما تنشفش، والزبدة هتديله لمعة حلوة وتخلي طعمه أحلى. بصوا بقى جماله عامل ازاي، يجنن، طري جدا وهش عامل زي القطن. ممكن تعملي الكمية اللي انت عايزاها، كيلو أو 2 كيلو. وأول ما يخرج من الفرن كده ويبرد ويهدى بتحطيه في أكياس وتحطيه في الفريزر وتطلعيه وقت الاستخدام يفك وتسخنيه بيبقى تحفة كأنه لسه طالع من الفرن. الجبنة الكريمي للمدارس واللانش بوكس، للفطار للعشاء وكمان للحلويات ما بتقولش لأ، اللي بنروح نشتريها في كوبايات صغيرة كده خالص وبندفع فيها دم قلبنا. هنعملها مع بعض في البيت بالحليب الطازة الطبيعي بكل سهولة. مكونات سهلة وإن شاء الله موجودة في كل بيت. قد إيه ناعمة وكريمية وبتتفرد على الساندوتش بكل سهولة، فيها لمعة تحفة كده وطعمها فوق الرائع. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان هنشوف ازاي نعمل أطعمة مختلفة من الجبنة الكريمي دي. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نرمين علي ودي قناتي مطبخ أونلاين نرمين علي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو تحت الفيديو وتقولوا لي فيه رأيكم. يلا نبدأ ونقول بسم الله. معايا هنا لتر حليب كامل الدسم طازة، بنجيبه من عند أي لبان. وأحسن حاجة للوصفة دي نجيب اللبن من عند اللبان، لبن طازة سايب علشان بيكون بخير كده وتقيل يدينا نتيجة حلوة. وهحط عليه كوباية الا ربع زبادي، والحليب انا لسه ما غليتهوش. هبدأ اضرب الزبادي كده مع بعض ادوبه الاول قبل ما اضيفه على الحليب. بعد كده هقلب الزبادي مع الحليب كويس جدا مع بعض علشان ادوب الزبادي معاه. بعد كده ارفعه على نار هادية علشان الحليب ما يشطش معانا، وهفضل اقلب فيه كده لحد ما الحليب يفصل ويقطع ويعمل كده كتل زي الزبادي او الجبنة القريش، والمية بتاعته يبقى لونها شفاف كده ما فيهاش اي حليب. انا ما استخدمتش لا خل ولا ليمون علشان اخلي اللبن يقطع. الخل بيخلي الجبنة بتاعتك تبقى خشنة شوية معاكي كده مش كريمية وناعمة، والليمون برضو بيخلي فيها شوية مرارة او لسعة. احنا هنخليه يفصل بطريقة طبيعية، لما بنحط عليه الزبادي كده ونقلبه على نار هادية هيفصل لوحده.
بس اهم حاجة تجيبيه من حد يكون موثوق فيه، علشان بعض المحلات بيضيفوا عليه مواد كيماوية علشان ما يروبش ويقطع معاهم. هنا زي ما احنا شايفين الحليب بتاعنا بدأ يفصل، الجبنة بتتجمع لوحدها كده على جنب، والمية بتبقى لونها شفاف وما بيبقاش فيها اي حليب. في المرحلة دي هنقلبها شوية كمان كده على نار هادية لحد ما الجبنة تتكتل كلها مع بعض كده والمية تبقى شفافة. واول ما ده يحصل هناخده على طول وهو لسه سخن كده، هصفيه في مصفى ضيقة قوي او في شاشة. هصفيه من المية بتاعته بس مش هصفيه 100%، هسيب فيه شوية مية او شرش. والمية او الشرش اللي طلعت منه دي مش هنرميها، هنحتفظ بيها في الفريزر في اكياس نعمل بيها كل انواع المخبوزات، بالذات البيتزا والفطاير او القرص. بتخلي العجينة حلوة قوي، طرية كده وهشة وجميلة قوي. بعد كده نحضر الخلاط وهحط فيه القريش اللي احنا صفيناه، وحطيت عليهم 3 قطع جبنة مثلثات ومعلقتين كبار زبدة، وتكون طرية بدرجة حرارة المطبخ. وتقدري تستبدليهم بربع كوباية زيت، لكن ما ينفعش تستخدمي مكانها سمنة. وربع معلقة صغيرة ملح ليمون، ورشة ملح صغيرة، ونص كوباية حليب او نص كوباية من مية الشرش اللي احنا صفيناها من الجبنة. وضربت كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا في الخلاط. وانا ما ضفتش ملح كتير علشان لو حابين نستخدمها للحلويات اللي بنستخدم فيها جبنة كريمي زي التشيز كيك مثلا. هنخلي قوامها كده يكون خفيف شوية علشان هي لسه سخنة، لما بتبرد وتتحط في التلاجة القوام بتاعها بيتقل. انتي بقى خلي قوامها اخف شوية من القوام اللي انتي عايزاه، علشان هي لسه هتتقل في التلاجة. وهنسيبها في التلاجة مش اقل من 4 ساعات علشان تبرد وقوامها يتقل. ولو حابة تقدري تعمليها بأطعم كتير جدا، تقدري تضيفي لها كده كام قطعة بسطرمة في الخلاط وانتي بتضربيهم، وهتبقى معاكي احلى جبنة كريمي بطعم البسطرمة. عايزين نعمل جبنة كريمي بالزيتون، هنحط معاها شوية زيتون برضو في الخلاط نفرمه معاها، وهتبقى معانا احلى جبنة بالزيتون. ممكن كمان بطعم الجبنة الرومي او الجبنة الشيدر، او تعمليها بطعم الزعتر او حبة البركة، او زي الجبن اللي بنشوفها في السوبر ماركت بتكون بالخيار المخلل او الجزر المخلل. شوفوا بقى قد ايه هي كريمية وناعمة جدا، بتتفرد بكل سهولة، متماسكة في نفس الوقت كمان مش سايحة قوي، واللمعة فيها خطيرة وطعمها كان تحفة. جربوها واكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات. اوعدكم بعد الفيديو ده مش هتشتروها من بره تاني. الفيديو بتاع النهاردة خلص، ما تنسوش بقى اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله على خير. سلام عليكم.